تلك البشائر في مدى الأكوان جاءت لنا بالصدق والبرهان، وعلى طريق خير يجمعنا نور الهدى برسائل القرآن. فيها الخيال يسامر التفكير، وجمالها يزدان في التصوير. فيض المعاني ساقها التفسير، قد أشرقت بالنور للإنسان. برسائل القرآن للموعود أسمى الأماني غاية المقصود، وعليه من تبيانها المعهود ضيف السعادة في مدى الأزمان. ضيف السعادة في مدى الأزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي، يقول يعقوب عليه السلام لأبنائه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا الوقف عند صبر جميل، وقف عند كثير من مفسرين وعلماء. انظر اسلوب القرآن في نقل هذه الصورة، فصبر جميل. الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، الصبر الجميل، لأنه وصل الصبر هو مر، والصبر لاذع، والصبر مضني، والصبر شاق، لكنه قال جميل لعواقبه العظيمة الجليلة وثماره اليانعة. ولهذا أقول لك لأحبتي وجميع من يسمعني: فصبر جميل. إذا أخذت هذه القاعدة في حياتك سوف يخفف عليك المصاب، لأن تعلم أن هذه الدار دار أحزان ودار أكدار ودار مصائب ودار مصاعب. فصبر جميل، فصبر جميل في كل ما تواجه، وسوف تكون حياتك جميلة مع الصبر. سوف تظهر من كل كارثة وكل نكبة وكل مصيبة بوجه جميل وبقلب جميل وبأجر جميل وجزيل عند الله سبحانه وتعالى الملك الجليل. فصبر جميل ما فيه. ولهذا إذا أردت تعظ أخاك بعد ما تقول فصبر جميل. اختصرت الحياة في هذا، لأنك سوف إذا صبرت الصبر جميل الله عز وجل يعلي درجتك إلى درجة الجمال والكمال والجلال، لأنه جميل الصبر. صح أنه مر وصعب على النفس، ولكن ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين. هو حتى سبق معنا أن أحد الكتبة من استراليا كتاب موجود في الأسواق اسمه قوة الصبر، يقول يسمى القوة الخارقة، كذا القوة الخارقة. قالوا قد ذكر الله في كتاب العرب في القرآن، هكذا فهمه هو. الصبر في أكثر من 70 موضعا يعني في القرآن، وهي أكثر من 90. فصبر جميل أقول للجميع: من أراد صلاة خاشعة فصبر جميل، من أراد صياما متقبلا فصبر جميل، من أراد تلاوة متدبرا فصبر جميل، من أراد نجاحا في عمل في تجارة في دراسة فصبر جميل، من أراد أن يكون رائدا في حياته مربيا مؤثرا ناجحا فصبر جميل، من يكون أراد أن يكون مفلحا عند الله حافظا لوقته صادقا صالحا فصبر جميل. يتفاوت الناس بس في الصبر، ولا يعني قوة الناس متشابهة يعني متقاربة، حتى تجد عند بعض الناس من قوة الجسم لكن منهار داخليا، ليس عنده تحمل أبدا، وينهار لأول صدمة لأن ما عنده صبر جميل. فانظر يعقوب عليه السلام يرسل رسالة عبر القرون ويقول فصبر جميل. بعد ماذا؟ يعني أخبروه بفوات ابن يوسف ثم الثاني. هل تتصور صدمة في حياتك أن يفوت عليك ابنان اثنان لا تعلم هل ماتوا هل عاشوا فين ذهبوا كذا فقط، وابنان يعني مثل يوسف هذا حب الناس إليه، ومع ذلك فصبر جميل. وأي كلمة أبلغ من هذه الكلمة الموجزة في صبر جميل؟ ولذلك شوف العواقب. الله سبحانه وتعالى رد عليه يوسف وأخاه وجمع شملهم، ورجع يوسف تحول صار نبيا وصار ملكا عزيزا في مصر ويعبر الرؤى، واجتمع شملهم جميعا وتراضوا وتسامحوا لأنه فصبر جميل. عواقب الصبر دائما جميلة جميلة. أنا ما وجدت ناجحا في حياتي سواء في عالم الدين، عالم الوعظ، عالم الفتية، عالم الكتاب والتأليف، عالم التجارة، عالم الريادة إلا الصبر. الصبر. أنا حتى أتعجب من بعض الناس أن أقرأ حياتهم في صبر، واجهوا مشكلات الحياة وصدمات الحياة. ولهذا مثل يقول بعض العلماء إن الله كتب على الحياة الشقاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جعل الله وإياكم منهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلك البشائر في مدى الأكوان جاءت لنا بالصدق والبرهان، وعلى طريق خير يجمعنا نور الهدى برسائل القرآن. فيها الخيال يسامر التفكير وجمالها يزدان في التصوير، فيض المعاني ساقها التفسير قد أشرقت بالنور للإنسان. برسائل القرآن للموعود أسمى الأماني غاية المقصود، وعليه من تبيانها المعهود ضيف السعادة في مدى الأزمان. ضيف السعادة في مدى الأزمان.